السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. في زمن كثرت فيه الأحداث وتغيرت فيه الموازين، تبقى فلسطين هي الجرح العربي المفتوح اللي ما يندمل. كل يوم فيها مشهد جديد من الحزن، وكل حجر في القدس له قصة، وكل طفل في غزة يحمل حكاية تختصر وجع أمة كاملة. واللي يصير اليوم يخلي قلوب الناس من المحيط إلى الخليج تفور غضب وألم، لأني اللي نشوفه في شوارع القدس وأذقة غزة مو مجرد صراع، هذا اختبار للضمير الإنساني كله. ومع كل موجة عدوان واحتلال ترجع ذاكرة الناس لرموز الدين والعلم اللي تكلموا عن القضية من منظور أعمق من السياسة. رموز مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الرجل اللي كان كلامه نور وصوته يزرع الإيمان في القلوب، تحس بطمأنينة وتحس بصدق كلامه وقوله. الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويغفر له هو إمام الدعاء، ما كان في يوم من الأيام رجل سياسي، لكنه كان قارئ للتاريخ بعيون الإيمان بنظرة الدين. وفي أحد لقاءاته تكلم عن حقيقة الإسرائيليين، وتكلم من منظور قرآني بليغ، منظور ديني بليغ، وفسر قول الله تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. وقال إن اختيار كلمة اسكنوا ما كان عبث، لأن رب العالمين ما حدد لهم مكان معين، وكأنه يصف حالهم بأنهم يبقون مشردين في الأرض مبعثرين، لا وطن يجمعهم ولا راحة تضمهم. كلام الشيخ مو مجرد تفسير لغوي، هذا عمق روحي يربط النص بالواقع اللي نعيشه. الشعراوي الله يرحمه ويغفر له وقتها أكد أن التاريخ شاهد على أن اليهود ظلوا من غير وطن حقيقي، وأنه لما قررت القوة في الأرض في ذاك الوقت بقيادة بريطانيا وأمريكا إقامة وطن لليهود، اختاروا فلسطين، وكأنهم جند من جنود الباطل اجتمعوا في أرض مباركة ظلما وعدوانا. لكنه قال جملة مؤثرة هزتني أنا، وأكيد هزت كل من سمعها. قال هذه العبارة، قال: لكن إن تجمعهم في مكان واحد ما هو إلا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء وعد الله الحق يتمكن المؤمنين من مواجهتهم مجتمعين في مكان واحد مو متفرقين. لأنهم لما كانوا مبعثرين في الأرض ما كان أحد يقدر عليهم، أما الآن فقد جمعهم الله في بقعة واحدة لحكمة يعلمها الله وحده سبحانه وتعالى. والشيخ الشعراوي الله يرحمه ويغفر له كان ينظر للاحتلال مو كضعف للأمة، بل كصحوة لإيمانها، كتنبيه إلهي للأمة الإسلامية إنها ترجع لربها وتتوحد، لأن الغفلة ما تعالج إلا بالمصائب، والمحن تصنع الرجال. قال إن احتلال فلسطين كان سبب في يقظة المسلمين، وإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع بني إسرائيل في مكان واحد ليجعلهم عبرة، حتى إذا أراد أن يضربهم عباد الله الصالحين كانت الضربة حاسمة وقاضية. لكن الشيخ ما كان يقصد حرب ولا كان يقصد عنف، كان يقصد يقظة روحية، رجع للحق، صحوة من الغفلة اللي غطت قلوب العرب والمسلمين. ولو رجعنا للتاريخ نلقى كلامه متجذر في الواقع، من وعد بلفور من عام 1917 اللي منحت فيه بريطانيا فيها أرض ما تملكها لقوم ما يستحقونها، إلى الانتداب البريطاني اللي مهد الطريق لتأسيس إسرائيل. كلها كانت حلقات في سلسلة الظلم. ومع نكبة 1948 اللي تم فيها تنفيذ وعد بلفور، لأن وعد بلفور كان من عام 1917 وتم تنفيذه في عام 1948. ولما تهجر أهل الأرض من بيوتهم انكتبت صفحة سوداء في تاريخ الإنسانية. والشيخ الشعراوي اللي عاش في ذيك المرحلة كان شايف بعينه كيف انقلبت الموازين، وكيف صارت فلسطين رمز لكل ظلم في الأرض. مو شرط أنك تكون مسلم، مو شرط أنك تكون عربي علشان تحس بظلم أهل فلسطين. أي أحد صاحب قضية وصاحب نخوة وصاحب شرف وصاحب إنسانية وعدل راح يحس
بالظلم اللي يتعرضون له أهلنا في فلسطين. واللي قاله الشيخ ما كان ضد ديانة ولا ضد بشر، بالعكس كان يشرح قانون إلهي إن الظلم ما يدوم، وإن العدوان مهما طال له نهاية، وإن الله سبحانه وتعالى وعد بإن الباطل مهما على صوته وكبرت قوته مصيره للزوال. وهذا وعد ما يحتاج أي تفسير، يكفي إنك تشوف التاريخ وتشوف كيف كل احتلال زال وكيف كل قوة ضغط سقطت. أما اليوم واقع أحداث اليوم، فالأحداث في غزة وفي القدس تكشف للعالم كل يوم إن الاحتلال مهما غطى نفسه بالشعارات الدبلوماسية والإنسانية يبقى احتلال، وإن الحق الفلسطيني ما يموت. الأطفال اللي يلعبون تحت الركام، النساء اللي يطبخون في العتمة، والشيوخ اللي يرفعون الأذان وسط الدمار، كلهم يشهدون إن الأرض تنادي أصحابها، وإن الصبر مفتاح الفرج. وبين كل هذا الألم تبقى كلمات الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويغفر له تمشي في الذاكرة، إن اليهود سيظلون يعكرون صفو المسلمين إلى يوم القيامة، لكن وجودهم إهاجة وصحوة للإيمان، كأنها نبوءة تحرك القلوب تقول لنا لا تيأسون، لا تنكسرون، لأن الله سبحانه وتعالى ما يغزي العباد المظلومين، بس يبغى يشوف فيهم الصدق والاتحاد. وفي تحليله لقوله تعالى وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوءهم سوء العذاب، قال الشعراوي إن هذا وعد من الله إن الظالم ما ينجو، وإن عدالة السماء ما تغيب مهما حاول الإنسان يخفي الحقيقة أو يزين الباطل. لكن الشعراوي ما كان ينظر بس للآيات، كان يربطها بواقع الناس، يقول إن الظلم اللي يصير اليوم في فلسطين مو نهاية الحكاية، هذا فصل من فصول الاختبار العظيم للأمة، اختبار بين الصبر واليأس، بين الإيمان والخذلان. كان دايم يردد أن كل مصيبة تصيب المسلمين هي نداء من الله لهم أنهم يرجعون له، لأن النصر ما يجي بالقوة، النصر يجي بالطاعة. ومن زاوية ثانية لو تأملنا بكلامه نلقى أنه ما دعا للحرب بقدر ما دعا للوحدة، دعا للوعي، دعا للفهم. قال إن وجود العدو ما هو لعنة بل تنبيه، لأن العدو يظهر ضعفك، يذكرك بنفسك، يوقظك من غفلتك، وهذه ترى سنة الحياة. ولما نقرأ كلام اليوم بعد مرور سنين وعقود نحس إنه حي في كل حدث، كأن صوته يرجع صداه بين أخبار القصف، بين دموع الأطفال، بين عجز العالم. نحس إن كلامه مو ماضي بل حاضر يتكرر، يذكر الناس إن الأرض أمانة، وإن الكرامة ما تشترى. والعالم اليوم بكل مؤسساته ومجالسه يشهد على مأساة شعب يعيش تحت الاحتلال، والعدالة الدولية تغض الطرف والسياسة تصمت. لكن التاريخ ما ينسى، والله سبحانه وتعالى ما ينسى. كل جدار يهدم، كل بيت يقصف، يسجل شهادة جديدة بأن الحق ما يضيع وإن طال الزمن. وختم الشعراوي كلامه بنظرة بعيدة المدى، قال إن الله جمعهم في مكان واحد حتى إذا أراد أن يضرب بهم عباده المؤمنين كانت الضربة قاتلة. ويقصد أن حكمة الله في الكون عميقة ما تنفهم بالعجلة والتسرع، وإن كل شيء له معاد. قبل ما ننتظر الوعد لازم نصلح أنفسنا، نرجع لإيماننا، لأن وعد الله ما يتحقق إلا لمن يستحقه. وهنا تكمن العبرة، إن القضية مو بس حدود وأرض، القضية وعي، إيمان، عمل. ومهما حاول الإعلام يلون الحقيقة تبقى ثورة واضحة وثابتة، إن الفلسطيني ما زال واقف، ما زال موجود، ما استسلم رغم الألم والجوع والدمار. باقي الفلسطيني واقف شامخ، لأن الجذور ما تموت، والحق لو نام يصحى بيوم يهز صوت العالم. وفي ختام كلامي نرفع الصوت ونقول وما نملك إلا الدعاء، وما نقدر إلا نذكر الناس، لأن الكلمة الصادقة سلاح، والحقيقة قوة، والعدل ما يموت. فلسطين ما هي مجرد أرض، فلسطين تراها ضمير العالم، ومن يسكت عن وجع فلسطين يسكت عن إنسانيته. وكل ما يصير اليوم هناك هو اختبار
لضمير البشرية قبل ما يكون اختبار للإيمان. فاحفظوا القضية في قلوبكم وادعوا لأهلها وساعدوا بما تقدرون، بالكلمة، بالصوت، بالدعاء، بالوعي، لأن النصر يبدأ من الصدق، والله سبحانه وتعالى ما يخلف وعده.